كيفكن؟ شو الأخبار؟ عنا تجهيزات أظافر العرس، صار لي فترة مريحتن، فعم نعمل اكستنشن وحماس ألف يا بنات. خلص هدول الأظافر رح يضلوا معي أسبوع ليوم العرس. خلونا نختار سوا، رح فرجيكم صور وخبروني انتو أي صور، أي أظافر ممكن نعمل. اوكي حفرجيكم اظافر العرس. فيني اقولكم انه هي اكثر مره اظافري بيطلعوا حلوين بحياتي. I don't know why. I don't know if هي انه عروسه افكت، يعني هيك شو بيصير احلى. جاهزين؟ بعرف رح تنصدموا. هيك رح اضحك. guys look. اوكي الاظافر فيها ديتيلز بس ما عم بتبين كتير على الكاميرا، بس هي فرنش ملكي وايت، ما انه وايت. does it make sense؟ مثلا يا الله ليش ما عم بقدر افرجيكم؟ اوكي شايفين؟ اوكي I love. هي اول مرة اظافري بيطلعوا هالقد حلوين والله. so nice. اوكي ما بعرف اذا البنات خبروكم اوريدي، بس اليوم عنا حفل توديع العزوبية اللي عاملين لي اياها البنات. بقينا كم يوم للعرس، خلاص يعني خلاص. اليوم عنا بارتي، البنات محضرينها، كتير متحمسة. ما عندي اي فكرة مين موجود، ما عندي اي فكرة شو السيت اب، ما عندي اي فكرة شو عاملين، شو مخبصين، وماني متعودة صراحة. متعودة انا على طول اخطط فاليوم فحاسة في شي غريب. عم بقول لهم قولوا لي بساعدكم انه بليز، يعني بركي بقدر اعمل شي. anyway حنتجهز. حلبس فستان ابيض. I think هالاسبوع حقضيه كله بالابيض ان شاء الله. وحنعمل ميك اب لوك يكون فريش ويكون I think glowy. I just want glowy makeup. ما رح احط براون او شي، رح اعمله نظيف وجلوي مع تشيكس حلوين. اوكي متحمسه كتير. اسكتوا بليز، لانه يعني اخر مره عملت اكستنشنز لاظافري كان يمكن من 2 او يمكن من 1.5 سنة. رح يحترق اللوك، انتبهي. شو هي؟ said white so nice. wait. حسب ما شايفة من ألوان لبس البنات، لابسين كلياتهم ألوان باستيل صيفية. يعني it's obvious إنه صيف. بس الحرارة 40 برا. صار لي عم بقول لهم 2 ماني عاملة أظافري اكستنشن. سدرة شوفي أماريل عروس now with the nails. love it. اوكي تحممت، أخذت شاور سريع، رح جهز. مامي your dress which one? pick one. هحط فيتامين سي سيروم. oh my god cute. ما بعرف يا الله، لو تعرفوا كمية الفساتين اللي عندي اياها وكل واحد احلى من الثاني، ما بتتخيلوا قد القرار صعب. this is nice. شيرين قالت لي البس هذا على الافتر بارتي، قلت لها no I have already one. صح؟ after party لا اكيد لا مو هون. اوكي ثانك يو. يلا بدي اطلع. يلا باي. وين العريس؟ شو عم يعمل؟ احكي لنا. اوكي بما انه رفقاتي واخواتي عاملين لي حفله، هو رايح يتشمس مع رفقاته كمان ويتسلى. بهي اللحظه هو مع اخوه ورفقاته عم بتشمس وياخد لون. حاولت انا صراحه مع انه اخذ لون، بس انه صعب كتير اخذ لون. صعب يا جماعه، صعب قد ما يعني بعذب حالي وبدخل تحت الشمس وهيك. انسوا، ما في امان. انا وياه عم ننام كل يوم كتير متاخر، شي الساعه 6 الصبح، قاعدين مع العيال ونحن عم ننسق ونرتب ونظبط تفاصيل العرس. تخيلوا على هالطاوله هون
ونحن العدد أكتر من ما نحن كنا متوقعينه، كان ببالنا عدد ونحن أكتر شي والله أكتر منيح يعني. ستريس بس إن شاء الله يعني هاي ليلة العمر بيستاهل الستريس. سدوى are we filming YouTube؟ شفتوا؟ اوكي خليني لكم اقسم الفانز عم يسألوا. اوكي لا تخافوا من البلاش، هلا بنعمل لها بلند، بس خليني اخبركم شو وضع التصوير. ما عم بقدر اعمل بلانينج تكون حلوة بنفس الوقت وكون اكتف كلياتهم مع بعض بصراحة، يعني عم بعاني وعم بضيف على ستريس اكثر. بوعدكم اللي نقدر عليه نصوره وننشره، يعني هاد وعد وبوعدكم انه عم نحاول. اليوم ترقبوا لانه ان شاء الله بعرف على الاكيد فيري، لانه في مصور حيجي المصور وهو اللي رح يصورنا اياهم. هاي مضمونة. الحنة ان شاء الله مثل الحنة. هاي سناب شات، كيفكم؟ شو الاخبار؟ عم تستنوني؟ كنت مترددة إذا أطلع هيك ولا لأ، بس أنا هاد منظري لما بكون بس شعري كيرلي. المهم كيفكم؟ شو الأخبار؟ مثل ما شايفين رايح كل الإحمرار الحمد لله، كله بيرجع للترطيب. أعيد وأكرر، لما تحترقوا خليكم عم بترطبوا، لأنه الإحمرار بيروح بالترطيب، بيقلب للون، أو بالنسبة إلي، فما بعرف، جربوا انتم حظكم. المهم كيفكم؟ شو الاخبار؟ شو عم تعملوا؟ اليوم فايقين، في عنا فعاليه اليوم. نارين بتعرف انه في فعاليه اليوم، فعادي اتوقع اني اقول ثواني لازم اتاكد. اليوم عاملين لنارين البرايدل شاور اللي إلها حتبلش بعد ساعتين. لازم نحرك من هون لحتى نروح على المكان. هي اتوقع رح بعدنا بساعة، بس احنا رح نروح نظبط الامور وكل شيء، وبعدين هي حتجي. ما بتعرف شو عاملين لنا، بتعرف بس انه في البرايدل شاور، ما بعرف شو اسمه بالعربي، بس اتوقع هي حفلة توديع العزوبية. لا برايدل شاور غير، برايدل شاور بيعطوها هدايا حسب ما بعرف، عاملين لنا ميكس. اوكي هي حفلة توديع العزوبية بالعربي، برايدل شاور، باشلريت بارتي، ما بعرف شو اسمها. ما بتعرف الفعاليات اللي حتصير، ما بتعرف اي شيء عن الموضوع، بس بتعرف انه في شيء اليوم اللي هو هذا. المهم فقلت انه بدي اجهز معكم على سناب، اليوم حصور لكم شوي من الفعاليات. شو كمان؟ ما بعرف اذا رح اعمل ميك اب هون او اعمل لكم اياه تيك توك، بما انه هلا اخر فتره عم اعمل لكم الجيت ريدي وذ مي على التيك توك، فقلت انه بركي بتطلع احلى اذا بعمل لكم اياه فيديو عن لوك اليوم. هنيك بضل هون على سناب شات، حيروح بعد 24 ساعه. هل اعمل لكم اياه تيك توك وخليه هنيك، او اعمله هون؟ قرار صعب، بس اليوم بدي اعمل لوك مختلف، يعني ما حيكون نفس اللوك اللي بعمله دائما. شوي رح العب بالعيون، فستاني كمان كتير حلو، حيكون كتير اجواء صيفيه، الوان صيفيه. يعني اتوقع رح اعمله تيك توك. هاي اللي عم انام فيها. امبارح حممت شعري وخليته كيرلي لليوم، قلت ما بنام بهاي مشان الشعر ما يصير فريزي، يعني ما يتنكوش، الكيرليات ما ينفكوا. هاي السلك بحطها على شعري وبنام فيها. ان شاء الله لما اشيلها الشعر بيكون مثل ما كان اول يوم كيرلي. طب كل شيء مبدئيا. المهم هي فعالياتنا لليوم. حبيت بس اطلع واخبركم مشان تعرفوا شو عم بيصير. هذا رح اروح، رح اتجهز، رح اعمل لكم فيديو على التيك توك get ready with me، شوفكم بس مستحيل شو حتغير. احفظوا اللوك، هاي بيفور حطوا افتر. قلت لكم اجواء العرس قبل ما يبلش. اوكي قطعت التصوير مشان شوي افرجيكم شعري،
فمثل ما شايفين ما بيخرب لأنه سلك. شوفوا كل شعري لساته مثل ما هو أو مثل ما كان امبارح. فلليوم رح أخليه كيرلي. كل ما أعمل شعري كيرلي وبكون تان بحس بشعور الصيف، وكل مرة برجع على يعني لطبيعة شعري بقول حرام هيك، بنزعج بنحر. اوكي جايز، سو هيك خلصت الميك اب لوك. كتير عملته لميع، عم ببرق وبرعد. المهم الحفلة ما راح تكون بالبيت. اليوم انا عامله جو المنتظم، يعني ما عم تحكي شيء وما عم تنشر شيء، لانه مفاجأة. سادرة وين صرت؟ انا كل ما اصور سناب بتبلشي سناب. المهم رح احكي بصوت واطي مشان ما اخرب للسنابات. الحفله ما رح تكون بالبيت لانه هي عاملينها نحن البنات لحالنا، سو بس البنات، ما في اي حدا، ما في اخواتنا الشباب، ما في اي حدا، ما في بابا، ما في اي حدا شباب يعني، فبس نحن. وما حتكون بالبيت. سو رايحين هلا على المحل. رح صور لكم كل شيء، رح يكون كتير حلو. نارين رح تجي بعدنا بساعه، لازم تكون هنيك وبس. هذا هو اللوك. هذا رح فرجيكم الفستان كتير حلو. بدي جو البنت الإسبانية. لازم لي فلوج يوتيوب عن العرس. تخيلوا ما أعمل فلوج عرسي. صار لي على اليوتيوب 10 سنين، بالأخير ما أعمل فلوج عرسي، عيب. سو رح أعمل أكيد فلوج عرسي، رح يكون مثل الخطبة يعني، عن البارتي، عن التحضيرات كذا. سو جهزوا حالكم، وإن شاء الله رح نحاول نعمل فلوج حنة. ممكن أحاول أعتمد على أخواتي بهالموضوع وأقول لهم هلن يستلموا. سو let's see. رح كون قاعدة معكم حاليا لمدة 20 دقيقة معكم تخبروني شو ضيف على اللوك. سو ححط بلاش. حاليا حطيت الجليتر على العين، شوية اي شادو، حطيت ماسكارا مو شي تاني، وهلا حنحط بلاش. خبروني اذا بحط مثلا ايلاينر او سحبة بالاي شادو، ولا لا بتركهم هيك عيوني جوجلي ايز هيك مدورات كبار، ولا بسحبهم. ما بعرف، عطول هيك بسأل حالي هالسؤال، شو بدي اعمل ما بعرف. سو قولولي بسحب عيني وححط ماي لبس. بحط كحلة؟ لا مو كحلة. بس انا ما شافوا. سو لما بعدين فرجيه الاوتفيت لازم يكون يعني هيك جو البنت اللي كانت جديد بإيطاليا، بأمالفي كوست. راجعة. وين هاي؟ بإيطاليا. راجعة من فيكيشن، أخذ اللون. جايبة فستان إيطالي سوبر شيك. جو البنت راجعة من إيطاليا، نوت الإيطالية. يعني ماني إيطالية. No, you give more Spanish. طب قولي عطيته كمان إسباني. لا، جو البنت الإسبانية عاملة فيكيشن بإيطاليا. That's one. جو البنت الغجرية is two. إنه crazy. جو البنت الغجرية. جو البنت السميحة. بس سميحة 2025. not the old سميحة. مع الشعر، مع هيك. صار فيني فرجيكم الاوتفيت. مبين مهووسة بالاصفر ولا ما مبين؟ يعني خلص شو ضل البس اصفر كمان. بس هذا هو الفستان، كتير حبيته. سدرا قالت لكم انه الثيم هو باستيل. ما قلت لهم. لا قلت له هلا عم تنزلي صح؟ ما حنزل. ها اوكي. فانا هذا اللي لبسته. كمان شنطايتي حابه الكومبو هاد الازرق، كتير عم بلبق النيفي مع الاصفر. فهذا هو اوتفيت لليوم. وشعري هيك حاسه طالعه، بتعرفوا هدول الموانا وهدول، هيك شعري طالع. بس هذا هو اللوك، كتير حبيبته. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اشتقتوا لي؟ ما طولت عليكم كتير هاي المرة. اليوم هو يوم كتير حلو. اليوم حيكون كتير فان. يوم هو يوم الفعاليات، وأنا يعني
اول ما فايقه عامله حالي البنت الغامضه وما عم احكي شيء انه عملت لكم اياه مفاجاه، طلعتوا كلكم عارفين الا انا. المهم شيرين فتحت الدنيا من اول ما فايت وهي مشغله الكاميرا عم تحكي شو بدنا نعمل اليوم. طبعا اليوم هو البرايدل شاور تبع نارين و حفلة توديع العزوبية وبرايدل شاور. انا مالي بهالشغلات، ما بعرف شو هو وما بعرف شو بدنا نعمل. المهم اللي هو حفل توديع العزوبيه، فانا وشيرين تحضرنا وهلا بعد شوي نروح على لوكيشن الفيلا، ونارين فوق عم تعمل الميك اب، هي ما حتروح معنا حتلحقنا بعد شوي. فهي بتعرف اليوم انه في حفله بس هي ما بتعرف شو نحن عاملين هنيك، فرح نصور لكم اليوم كل شيء ورح تكونوا معنا اول باول خليني هلا افرجيكم اللوك. طبعا مكياج اليوم بتعرفوا هي الميم اللي بتقول مكياجي باهم يوم بحياتي، هذا هو مكياج اليوم. ما بعرف my makeup isn't makeuping today. خليني افرجيكم لوك اليوم. طلبت انا هذا الفستان حرفيا من يومين لانه ما كان عندي اي فكره شو رح البس، بس الثيم هي الالوان الباستل. ف شيرين لابسه اصفر وانا لابسه بيربل، ومن عند الظهر بيجي هيك عليه خطوط من ورا. anyways جو كتير شو، فحسيت انه الفستان كتير مناسب وحتى اللون بجنن، واول مره بلبس انا هذا اللون. هو كان المفروض انه نحن نخبي انه الالوان اللي نحن عاملينها بالحفله، بس بعد ما نارين شافت فستاني وشافت فستان شيرين فعرفت انه الالوان هي الوان الباستل اللي هن بيبي بينك، بيبي بلو، يلو، بيربل. ف شافت فستاني وشافت فستان شيرين وعرفت شو حتكون الثيم. فيس انا المشكله الوحيده اللي عم واجهها انا من هالفستان حاليا هو الطول. يعني شوفوا ما عم اعرف لا امشي بالكعب ولا عم اعرف امشي من طول الفستان لانه كتير طويل هو. شوفوا يعني انه ما في اطول منه يبعثوا لي اياه. عيني عم بتدمع من الصبح. عارف امشي من